السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فصل الشتاء يعني السقعة. سقعة يبقى لازم ندفي نفسنا، وزي ما بندفي نفسنا بالهدوم التقيلة في الشتاء يبقى لازم ندفي كمان معدتنا. دفا يعني شوربة عدس. شوربة عدس هي الراعي الرسمي للدفا في الشتاء. كتير ما بيحبوش شوربة العدس وخصوصا من ولادنا، يا شوربة عدس لا مش عايزين نشربها. بس بعد ما تشوفوا الفيديو ده وتشوفوا طريقتي في عمل شوربة العدس بإذن الله الكل هيدمنها. يلا بينا نبتدي ونقول بسم الله. أنا معايا جزر، بصل، توم، شوية من الفلفل الأحمر، حطيتهم كده في حلة مع معلقتين من الزيت وهشوحهم. هديلهم تشويحة حلوة كده. بعد ما يتشوحهم هنزل عليهم بربع كيلو من العدس مغسول، ومعاه حوالي معلقتين من الرز الأبيض المصري بتاعنا. يبقى عدس عليه معلقتين كبار من الرز. هنغسلهم كويس وننزل بيهم في قلب ال- الخلطة اللي احنا عملناها ديت، وهنشوحهم كمان تشويحة حلوة كده محترمة في الزيت. وحطيت عليهم كمان 2 من ورقة اللوري، نشوحهم كده لحد ما الزيت يبقى كده محوطهم من كل ناحية. هننزل عليهم بطماطمية متقطعة أو طماطمية شرايح براحتك. هنقلبهم كده مع بعض وبعد كده ننزل عليهم بالمية، وهسيبهم كده على النار لحد ما المكونات بتاعتنا دي كلها تستوي. فشوربة عدس عبارة عن عدس، جزر، بصل، توم، فلفل. كل دي كلها مكونات غذائية وبتدي قيمة غذائية ودافع جامد في الشتاء. بعد ما العدس بتاعنا استوى بالشكل ده هاخده بقى كده على شفشق الخلاط وافرمه فرم ناعم. طبعا لو عندك هاند بلندر ممكن تنزلي بالهاند بلندر، او لو الخلاط بتاعك مش هيستحمل السخونية الشديدة دي ممكن تستني لحد ما العدس يهدى شوية من السخونية بتاعته وبعد كده تفرميه. أنا نزلت بيه بقى كده في شفشق الخلاط، حطيت شوية بشوية وخلطتهم في شفشق الخلاط، وحطيت عليهم شوية صغيرين من المية لأن العدس كان تقيل عشان يمشي الخلاط. بعد كده بقى بمصفى سلك أو بمنخل سلك، المهم حاجة تبقى سلك نصفي بيه العدس عشان أي شوائب تطلع من الخليط بتاعنا، سواء بقى قشر طماطماية، أي حاجة فيها. إحنا عايزين العدس يبقى ناعم خالص، شوربة ناعمة ما فيش فيها أي حاجة. شايفين العدس بتاعنا بعد ما صفّيناه؟ بس هو القوام بتاعه تقيل. أنا هانزل عليه بقى بحاجتين قدامِك اختياري، يا إما شوربة. لو أنتِ عندِك شوربة انزلي عليه بكوباية من الشوربة، ما عندكيش شوربة هتنزلي بكوباية من المَيّة زي ما أنا عملت، وهتحطي فيها واحدة من المرقة، ديّة هتعادل الشوربة. لأن عشان نخفف القوام بتاعه، لأن قوام العدس كان تقيل قوي، وهو طبعا لسه ما يتحط على النار كمان لسه هيتقل، فكده مش هتبقى شوربة عدس. احنا عايزين شوربة عدس مظبوطة. فلو عندك شوربة هتخففي بشوية شوربة أو تحطي مية وواحدة من المرقاية. هتنزلي عليه بقى بالبهارات. أنا حطيت شوية صغيرين من الملح عشان أنا حاطة مرقاية، وحطيت شوية من الفلفل الأسود، وحطيت المكون اللي هو دوت عبارة عن الكركم، نص معلقة كبيرة من الكركم. هتدي له طعم جميل وفي نفس الوقت هتدي له اللون الأصفر الجميل. تسيبيه على النار بقى لو انت حباه سادة، حابة العدس بتاعك سادة تسيبيه على النار ياخد غلوة وبعد كده تقفلي عليه. بس أنا بحب أعمل العدس بتاعنا بشعرية، فحمرت شوية شعرية ونزلت عليهم على العدس بالشعرية، خد غلوة قمت قافلة عليه. وده العدس بتاعنا. يبقى انت لو حابة تعملي عدس سادة من غير الشعرية مش هتحطي عليه العدس، مش هتحطي عليه الشعرية. حابة تعملي الشعرية زي ما أنا عملت، هتحمري شوية شعرية. أول ما يوصلوا اللون الذهبي هتنزلي بيهم في قلب العدس يا دوبك ياخدوا غلوة، وتقفلي عليه وتظبطي الملح بتاعه وتقفلي عليه. تاكليه بقى لوحده كده من غير أي حاجة، لأن هو فيه شعرية يعني قيمة غذائية لوحده العدس. تشربيه كده تمام، تحمري جنبه شوية عيش تمام، تاكليه بالرز تمام، كله يمشي. أهم حاجة الدفى والطعم بتاعه جميل. صدقوني الكل هيحب بإذن الله شوربة العدس، لأن هي أساسا هي الدفى في الشتاء. جربوا شوربة العدس بطريقتي وقولوا لي إيه رأيكم فيها في الكومنتات، وأترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.